بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، أنا النهارده جاي أقول لك مين المرشح الأصلح اللي أنت ينفع تنتخبه. أنت تنتخب مين ومين اللي تديله صوتك. أول حاجة لازم تفهمها إنه الانتخابات دي أمانة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، والدولة يعني قدمت لك مرشح 2 3 10 علشان تختار الأصلح للناس والأصلح للدائرة. يعني المرشح ده اللي هينجح ده هيمثل دائرة كاملة، فما ينفعش انت تختار حسب مصلحتك الشخصيه، راجل خدمك انت او متعشم انه يخدمك انت وحدك او عيلتك او ايا كان الخدمات اللي هيقدمها لك. ما ينفعش يعني تنتخبه على الاساس ده. لازم تنتخبه علشان خاطر هيخدم الناس وعلشان خاطر انت متامل انه هيخدم الدايره ككل. يعني اخترت حسب مصلحتك الشخصيه، انت كده راجل منافق وكده شهاده زور في حق ربنا سبحانه وتعالى وفي حق الناس وفي حق الدايره كلها، وربنا هيحاسبك على الاختيار ده وهيحاسبك زي الشهاده الزور بالظبط. لا، اخترت الأصلح للناس حسب وجهة نظرك، بس أهم حاجة يكون الأصلح للناس والأصلح للدائرة. ربنا سبحانه وتعالى هيجازيك وهيكافئك. طيب، في شوية شروط كده وشوية حاجات يعني حلوة لازم تتوفر في الشخص اللي أنا هختاره ده. الحاجات دي إذا توفرت في شخص يبقى هو الأولى إن إحنا نديله صوتنا وإن إحنا ننتخبوه. أول حاجة في النائب أو المرشح لعضوية مجلس الشعب لازم يكون صاحب سيرة ذاتية كويسة وسمعة حسنة ومحمودة. يعني ما ينفعش يكون راجل في سمعته حاجة وحشة أو تدور حواليه الشائعات الغلط، أو راجل مثلا مشهور عنه إنه راجل مش كويس بس معاه فلوس وهو ترشح. لازم يكون سمعته حلوة والسيرة الذاتية بتاعته كويسة، ويكون من بيت نظيف من عيلة كويسة، راجل معروف بأخلاقه الحميدة وبالصلاح وبالتقوى. تاني حاجة لازم يكون المرشح ده ليه إسهامات مجتمعية قبل ما يترشح. يعني راجل يكون عمل أمور كويسة في البلد، مشى في خطوات حلوة كده للناس، عمل حاجات حلوة في المركز. مش لازم يكون يعني راجل صاحب مشاريع أو عمل مشاريع أو خد مجاولات أو مش عارف إيه. ده هو المجاول ده أو الراجل اللي هيعمل مشاريع، ده راجل هيكسب وراجل خد المشاريع من الدولة وعملها في القرى وفي النجوع وكسب من وراها. مش راجل جاي يخدمك أنت خالص، ده هو راجل خد المجاولة علشان يكسب هو بس، مش راجل عمل خدمة للمجتمع من جيبه أو من نفسه. لازم يكون الراجل ليه اسهامات في المجتمع، يكون مثلا عمل خطوه كويسه في البلد، عمل سيبر كويسه كده في الافراح، عمل يعني مهم مشى في خطوات كويسه في البلد وفي الناس. الراجل بتاع هيصلح بين الناس، الراجل اللي هيعمل حاجات حلوه في البلد زي ما قلنا، هيحس الناس وهيأمر الناس وهيعظ الناس بامور كويسه تعملها في البيوت وفي الشوارع. ويكون راجل يكون راجل مصلح اجتماعي. يعني لازم يكون راجل في شويه صلاح اجتماعي كده. يبقى أول حاجة السيرة الذاتية كويسة، ثاني حاجة يكون مساهماته الاجتماعية حلوة، ثالث حاجة ودي الأهم في أي مرشح فكره السياسي، وإنه يكون راجل عارف قانون ويقدر يعرف دستور. يعني يكون راجل متعلم يعرف يفهم القانون ويفهم الدستور. ليه؟ الدولة يعني النايب دي أول حاجة يعملها مهمته الأساسية إنه راجل يا إما هيرفض القوانين اللي الدولة هتمررها على مجلس الشعب يا إما هيأيدها. فلازم يكون فاهم القوانين اللي هتخدم المواطنين والقوانين اللي هتضر المواطن اللي هتضر اهل دايرته. فهيقول ايوه للقانون اللي كويس ولا للقانون الوحش، مش يقول ايوه للكل او يرفض لا للكل. ده مش يعارضه بس ولا يأيده بس. لازم يكون راجل فاهم قانون وفاهم دستور وفاهم صلاح المجتمع السياسي. لازم يكون راجل سياسي وفاهم سياسه وفاهم قانون وفاهم دستور. طيب، ثالث يعني دي قلنا احنا السيره الذاتيه، المساهمات الاجتماعيه، الفكر السياسي ومدى درايته بالدستور والقانون. رابع حاجه ودي الاهم، سهولة التواصل. يعني راجل تقدر توصل له وتقدر تكلمه وتقدر تطلب منه وتقدر ويقدر يخدمك. مش راجل مثلا بعد ما هيفوز او يعني انت حاسس منه انه بعد ما هيفوز او يفوز الانتخابات انه هيروح يسكن في مصر او يسكن في اي حته ثانيه ويسيب البلد ويسيب القرى ويسيب النجوع. ده راجل لازم يكون بيته معروف ويكون سهل توصل له وسهل تتواصل معاه في اي مشكله تقع قصادك. طيب، قلنا احنا السيرة الذاتية كويس، الاسهامات المجتمعية، فكره السياسي، سهولة الوصول. خامس حاجة لازم يكون في ثقة بينك وبين المرشح. ازاي؟ مرشح انت واثق انه بعد ما ينجح هيخدم، مرشح انت واثق انه بعد ما ينجح هيحل المشاكل اللي هتواجه الناس وهتواجه اهل دايرته. راجل انت واثق منه انه بعد ما ينجح هيجيب لك خدمات. ازاي يجيب لك خدمات؟ ما هو مش هيعمل لك خدمات من جيبه ولا يصرف عليك. مرشح مجلس الشعب يا اخواننا او نائب مجلس الشعب مش رئيس دوله هيعمل لك خدمات، يجيب لك مش عارف يبني لك مدارس ولا يعمل لك اسفلتات. لا، ده راجل هيشوف ايه الخدمات اللي ناقصه في القريه او ناقصه في الدايره عنده موجوده في الدوائر اللي حواليه، والدوله نزلت الخدمات دي فهيجيبها لك. يعني الدوله هتبقى منزله خدمات وعامله امور، بس في دوائر دي ناقصه في الخدمات، عايزه ناس تطالب وتحكي يعني.
هيكون راجل ايه؟ يقدر يطالب، يقدر يجيب الخدمات دي. راجل مثلا في الدايره بتاعته مشاكل، راجل انت واثق انه هيقدر يحلها، وواثق انه معاه علاقات وهيقدر يحل المشاكل دي. مش راجل مثلا على باب الله ومعاه شويه فلوس او مثلا صاحب مشاريع ونجح وهينساك انت، او راجل ملوش علاقات، راجل مش عارف ياثر، مش عارف يتواصل مع الرؤساء، مع مديرين المديريات مثلا في المحافظه والكلام ده، مش هيقدر يحل مشاكل تبع الاوقاف، مش هيقدر يحل مشاكل تبع التعليم، مش هيقدر يحل مشاكل تبع الداخليه او الصحه. لا، راجل يكون معاه علاقات، راجل محترم من بيت نظيف، انت واثق فيه وواثق في اهله وفي عيلته، انه بعد ما ينجح هيخدم، وبعد ما ينجح مش هيتنطط عليك هو وعيلته ويقول لك النايب جه النايب حضر وبس. يعني في ناس نعرفوها احنا نجحت في الانتخابات ما خدناش حاجه منها غير نايب بس، فضلت على كده، انما خدمات ما فيش. فيا اخواننا، النايب عشان تختار لازم يكون فيه الخمس حاجات دول. اول حاجه السيره الذاتيه والسمعه الحسنه المحموده. ثاني حاجه المساهمات الاجتماعيه، راجل يكون هيخدم في الناس، هيخدم الناس قبل ما ترشح فتره طويله، يعني راجل مشهور عنه الخدمه ومشهور عنه الخير. ثالث حاجه فكره السياسي، وان الراجل يكون عنده درايه سياسيه بالدستور وبالقوانين اللي تخدم الناس وما تضرهمش. رابع حاجه سهوله التواصل، انك تقدر تتواصل معه ويقدر يوصل لك وتقدر توصل له. خامس حاجه الثقه المتبادله بين المرشح وبين الناس. توافرت الحاجات دي في شخص، يبقى هو ده الشخص الاصلح اللي انت لازم تنتخبه، واللي لو سبته وانتخبت غيره عن قصد، يعني في ناس ممكن ما تبقاش دريانه بالناس اللي كويسه والمرشحين اللي كويسين فتروح تنتخب اي حد. لا، طالما انت شخص عارف الشخص الصح والشخص الكويس والشخص السليم، الشخص اللي تتوافر فيه الشروط دي وما انتخبتوش، تبقى انت راجل منافق وشهاده زور، وظلمت الناس كلها وظلمت الدائره كلها. الراجل توفرت فيه الشروط دي، وراجل سمعته حسنه وكويسه وعنده فكر سياسي، وراجل تقدر توصل له، وراجل ثقه، وراجل من بيت نظيف، وراجل خير من قبل ما يترشح ومن قبل ما يفكر انه يترشح، يبقى هو ده اللي لازم تنتخبه، هو ده اللي لازم تقف وراه، هو ده اللي لازم تروح تديله صوتك. تمام؟ ربنا يولي علينا من يصلح، وربنا يمسك دائرتنا للاصلح للناس وللمجتمع وللمركز.